Signore e signori, benvenuti all'aeroporto di Milano Malpensa, إيطاليا. وده بيكون الإعلان اللي بتسمعه عند وصولك للأراضي الإيطالية. إنما دلوقتي فأهلاً بيك معانا في رحلتنا لميلانو. لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. بنبدأ رحلتنا من عاصمة الموضة الإيطالية ميلانو. بعد ما بننزل على مطار مالبنسا ميلانو الدولي بنتحرك لفندق المبيت عشان نستلم الغرف ونرتاح من السفر، وبالليل بنعمل جولة مع مشرف الرحلة عشان نكتشف المنطقة اللي حوالين الفندق. عارفين إنك مستعجل على الشوبينج في ميلانو، ولكن في بعض المعالم اللي ما ينفعش يفوتك زيارتها، وعشان كده هنبدأ يومنا التاني بجولة نزور فيها أهم معالم ميلانو. بنبدأ جولتنا من عند قلعة سفورسيسكو، والمعروفة بقلعة ميلانو، واحدة من أكبر القلاع في أوروبا. بننطلق من بعد زيارة القلعة لقلب ميلانو النابض بياتسا ديل دومو، الساحة اللي بتضم أهم المعالم السياحية وأشهرها على الإطلاق كاتدرائية ميلانو، أكبر كنائس إيطاليا وثالث أكبر كنيسة في العالم. بعد ما نكون أخدنا وقتنا في الساحة وتصورنا جنب معالمها، بنتحرك بعدها للجاليريا فيتوريو إيمانويل سيكوندو، السوق اللي هيخطف أنظارك بسبب تصميمه المعماري الأنيق. بنخلص زيارتنا للجاليريا وبننطلق لشارع بوينوس آيرس، وده شارع مشهور بأنه أطول شارع للتسوق في ميلانو، بيشبه شارع أكسفورد في لندن أو شارع الشانزليزيه في باريس. الشارع فيه أكتر من 350 ماركة عالمية في الملابس والأحذية والشنط والعطور وكل حاجة تقريباً هتحب تشتريها، وبنديلك وقت حر عشان تعرف تعمل شوبينج براحتك. في اليوم الثالث بنغادر ميلانو وبنتحرك بالأتوبيس عشان نزور تاني مدينة معانا في رحلتنا، مدينة فينيسيا الساحرة. بنوصل وبنبدأ جولتنا من قلب فينيسيا النابض، ساحة سان ماركو. ساحة سان ماركو من أجمل الأماكن السياحية في فينيسيا، واللي هتحتاج تجهز كاميرتك لكم الصور اللي هتحب تاخدها في الساحة بسبب هندستها المعمارية الرائعة ومبانيها وتماثيلها. وفي الساحة بيكون معانا المرشد بيعرفنا على أهم المعالم والمباني الموجودة، زي مثلاً كنيسة سان ماركو وبرج الساعة كامبانيلا وبالاتسو دوكالا. بنخلص زيارتنا للساحة وبننطلق للجسر ريالتو، أقدم وأكبر جسر في فينيسيا، ومن الجسر بنشوف مجرى القناة الكبير وشكل القوارب وهي بتعدي من تحته. وطول ما احنا ماشيين بنعدي على محلات الهدايا التذكارية عشان لو حبيت تحتفظ بتذكار من فينيسيا. بنتحرك بعدها عشان نزور واحد من مصانع زجاج المورانو عشان نتعرف على أسرار الصناعة دي المشهورة في فينيسيا. غالباً بعد الجولة دي هتكون جعت، فبنتوقف عشان نتغدى، وبعد الغدا بيكون وقت حر. بس الحقيقة إننا بننصحك في الوقت ده إنك تعمل جولة بقارب الجندول عشان تختبر سحر شوارع وأزقة فينيسيا من منظور مختلف. وبنتجمع تاني بعدها عشان نرجع على فندق المبيت في ميلانو. برنامجنا لليوم الرابع هنعمل فيه رحلة من ميلانو لمدينة روميو وجولييت، مدينة فيرونا. بنبدأ جولتنا بواحد من أجمل معالم فيرونا، أرينا فيرونا. أرينا فيرونا هو تاني مدرج ومسرح روماني مازال محتفظ بهيئته بعد الكوليسيوم في روما، ومازال بيتم استخدامه لغاية دلوقتي في إقامة عروض الأوبرا. بنخلص زيارتنا لأرينا فيرونا وبنتحرك بعدها عشان نزور كازا دي جولييتا أو منزل جولييت، واللي ارتبط اسمه برواية روميو وجولييت لويليام شكسبير. في المنزل بنشوف بلكونة جولييت، وفي الساحة بنتصور جنب تمثالها البرونزي. وطبعاً مش هينفع نسيب فيرونا من غير ما نعمل شوبينج، عشان كده هنقضي باقي اليوم في أديجيو مول، ما بين 130 محل من محلات الماركات العالمية في الملابس والأحذية والأجهزة، ده غير طبعاً المطاعم والكافيهات. وبكده يكون يومنا في فيرونا خلص، وبنرجع تاني على فندق المبيت في ميلانو. في اليوم الخامس بنغادر الفندق في ميلانو وبنتحرك لواحدة من أجمل المدن الفرنسية، مدينة نيس.
نيس من المدن الفرنسية الجميلة واللي بتتميز بجوها المعتدل وإطلالتها على البحر وشواطئها الساحرة، الأسباب الكافية اللي بتخليها وجهة المشاهير المفضلة. صحيح زيارتنا لنيس هتبقى جولة حرة، ولكننا بننصحك بالبرنامج ده عشان تقدر تستمتع بيها صح. روح واحد من شواطئ نيس الجميلة، سواء للسباحة لو عامل حسابك أو مجرد إنك تسترخي وتستجم. بعدها أعمل جولة تمشية في قلب نيس في المدينة القديمة، واستمتع بأجواء المدينة القديمة بين أزقتها وشوارعها الضيقة وبيوتها الملونة بألوان الباستل المبنية على الطراز الإيطالي. ده غير كم من المطاعم والكافيهات اللي بتقابلها وانت ماشي واللي ضروري تتوقف عند واحد منها. ولو حبيت تعمل شوبينج ففي اقتراحين. ممكن تروح ميدان ماسينا، الميدان الرئيسي في المدينة، واللي هتلاقي المحلات والمطاعم والكافيهات بتصطف على جنبيه، وبننصحك تتوقف تحديداً عند الجاليري لافايت. وبكده يكون يومنا في نيس انتهى، وبنرجع تاني بعدها على فندق المبيت في ميلانو. مفاجآت برنامج رحلتنا لسه ما خلصتش، لأننا في اليوم السادس بنعمل رحلتين، رحلة المدينة إيطالية ومدينة سويسرية. بنبدأ رحلتنا بمدينة كومو في شمال إيطاليا، وهناك بنعمل جولة بالقارب في بحيرة كومو عشان ناخد أكبر جرعة من المناظر الطبيعية الساحرة ونستمتع بشكل أقرب بمنظر البحيرة وجبال القلب من حواليها. ومن كومو على مسافة نص ساعة بنوصل لمدينة لوغانو في جنوب سويسرا، وهناك كمان بناخد جرعة تانية من الطبيعة الجميلة مع بحيرة لوغانو والمناظر الطبيعية الخلابة اللي بتحيط بيها. بعد ما نكون استمتعنا بالمناظر الطبيعية الجميلة وأخدنا صور تذكارية وطبعاً اشترينا الشوكولاتة السويسرية، مش بنضيع وقت كتير وبننطلق لأكبر أوتلت في لوغانو، فوكس تاون أوتلت مول، عشان نختم يومنا بجولة شوبينج مع مجموعة من أشهر وأرقى الماركات العالمية. وبنرجع تاني على فندق المبيت في ميلانو. أما يومنا السابع فده بيكون جولة حرة في ميلانو، عشان نديلك وقتك الخاص إنك تزور المعالم اللي كنت ضايفها لخطتك، أو عشان لو حبيت تكمل جولة الشوبينج. في اليوم الثامن والأخير من رحلتنا بنغادر الفندق بعد الفطار وبنتجه لمطار مالبنسا ميلانو مرة تانية عشان ناخد طيارتنا ونرجع على مصر بالسلامة إن شاء الله. عجبتك رحلتنا في ميلانو؟ مستنيينك معانا، ولغاية لما نشوفك ما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بحلقتنا الجديدة الأسبوع الجاي.